جون مارستون شاب مكافح وعنده 3 حاجات حريص عليهم: عيلته، نفسه، انه يشوف داتش ومايكا اللي خانوا ارثر مورجان وخانوا جون مارستون. بعد 8 سنين من غياب ارثر مورجان رجع لنا جون مارستون، بس للاسف بيبقى نضيف وكل فلوس ارثر للاسف بتروح على وعيلته. طبعا احنا بنلعب بجون مارستون ومعاه عيلته طبعا اللي مكونة من فردين، زوجته وابنه وهو التالت. واحنا بنلعب بجون مارستون، بس في بداية اللعبة جون وزوجته ابيجال بيتخانقوا او بيتناقشوا بصوت عالي، مش عارف الحقيقة، على شغل لازم يشتغلوا. بس احب اقول لك حاجة، ان جون ما بقاش راجل خارج عن القانون، بقى رجل بيشتغل في الاراضي الزراعية. بس طبعا جون لازم يحلب البقرة ويشتغل بقى عشان ياخد في اليوم الواحد 20 دولار. يا حرام عليك والله يا جون، احنا كنا بناخد ايام المرحوم ارثر في اليوم 300 دولار، وفي 3 شهور كده 7000 دولار. بس في يوم من الايام عمك جون مارستون بيشوف عركة مش عارف ازاي عينه لقطتها من نهاية المزرعة، بيجري ودخل على المعركة وشاف عصابة كده هفا ورئيسها هفا برضه بيضرب عيل اسمه ايه. فجون مارستون بيقول له: ايه يا ريس يا هفا، ما تسيبه تعالى لي جولة. وبسم الله ما شاء الله على عمك جون، وهو كان بيستمتع في ضربه وبيستمتع فيه، اللي هو مش عارف يعمل كنترول على نفسه. بيضربه بالكوع في البنية، بيضربه بوكس في فكه، بيضربه بوكس في مناخيره، بيضربه بوكس في بقه، بيضربه بوكس في قرطه. يعني انا مش عارف اقول لك، كانت الخناقة والعركة والجولة كانت جميلة ازاي. وابيجيل بتجري على جون وبرضه معرفش ازاي لقطته من بعيد، بس المهم بتقوله: ايه يا راجل ما تسيب الواد ده في حاله. فجون بيقول لها: ايه يا ولية ما تسيبيني، انا كنت هفترسه على فكرة. فبس الواد ايه بقى، هو والعيال الهفا بتوع دول خدوا الحصان وجريوا، مش عارف بصراحة ليه، بس تقريبا ايه، بس قبل ما يمشوا بقى ايه عملوا لقطاية وحشة كده وعلمت في ذكرى ايه جون مارستون وابيجيل، شتموا ابيجيل وجون. صح، ابيجيل وجون، مش عارف ليه بصراحة، لكن المهم يعني ده اللي حصل. وفي نفس الليلة دي نفس العيال دي جم على المزرعة ولعوا فيها، وهو بس يدوبك يعني هو كان بيفتح عينه بس لقى المزرعة سيو 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 سيو، العصافير بقى والغراب بقى والغربان بقى والنار بقى وكل حاجة بقى عمالة بتطير بقى، وشافها سمع صراخ كده، فقرر ايه يساعد اخو الرئيس والرئيس نفسه عشان هو كانوا بيتشووا من العيال. بعد كده جون مارستون راح الاسلحه بتاعته وقرر يروح المزرعه بتاعته، واول ما راح المزرعه بتاعته فجر وموت لا اله الا الله على دماغهم بقى. الحصان طبعا نزلت على دماغهم وماتوا، كان مش فاضل غير العيل الرئيس بتاعهم، وراح له والحمد لله خلص عليه بالبندقيه الصغيره بتاعته. بعد كده لما رجع لرئيس المزرعة، فرئيس المزرعة قال له: انا كنت متأكد انك انت كنت خارج عن القانون قبل ما تيجي هنا. والناس بقى اللي جون مارستون ساعدها بقى في الخناقة وكده شكروه جدا. بعد كده رجع الحمد لله على البيت، والليلة دي عدت بخيرها وشرها. بس اول ما بيرجع لزوجته العزيزة ابيجيل بتكون خايفة ومستغربة من تصرفاته، وجون بيكون مش متفاهم ده، وبرضه للأسف أبيجيل بتبقى زعلانة منه جدا. والليلة دي الحمد لله واليوم ده بيعدي على خير. فهو لما كان شغال في المزرعة بيبقى فيه مرسل جوابات جاي مخصوص لجون، وجون لما بيفتح الجواب بيكتشف ان اللي كاتب جوه الجواب ده هي سادي أدلر. وسادي أدلر بتبقى كانت فرد في العصابة زمان أيام آرثر مورجان. بس لما جون مارستون بيرجع للبيت بيكتشف إن أبيجيل سابت البيت وخلاص سابته يعني، وخدت معاه جاك ابنه. وجون بيشوف رسالة كده على الترابيزة وبيقرأها، ولما بيقراها وبيكتشف يعني ان ابيجيل خايفة من تصرفاته في اخر فترة، وهي تتمنى انه يتحسن، واول ما يتحسن هي هتجيله مخصوص.
وبتبقى جايبة له لبس جديد كأنه اعتذار ليها يعني، أو اعتذار ليه. فاهمين يعني؟ بعد كده جون مارستون بيروح لرئيس المزرعة، بيقول له أنا للأسف هسيب المزرعة دي عشان أنا عايز أعمل ليا مشروع، أعمل ليا مزرعة كبيرة. ولو أنت مش فاهم إيه المشروع ده هي أبيجايل كانت يعني بتقترح عليه كتير قوي إن هو ياخد قرض من البنك ويبني مزرعة كبيرة ليهم لوحدهم. بس جاك بقى ابنهم اقترح إنها المزرعة دي تبقى في مكان مخصص اسمه بيتشرز هوب. بالفعل جون مارسون بيتجه للبنك، والبنك ده بيبقى في مدينة كبيرة أوي اسمها بلاك ووتر، وإنه ياخد كارت من البنك ويبقى ليه كده حاجة زي رخصة في بيتشرز هوب إنه ينفع يبني في المكان ده. بعد كده جون مارسون بيلتقي بيه أنكل، وأنكل ده بيبقى عضو في العصابة أيام أرثر مورجان وكده، ولكن جون مارسون بقى بيصعب عليه أنكل وبيقرر إيه يعيشه معاه في بيتشرز هوب ده. بعد كده جون بيلتقي بسادي أدلر، وطبعا بيسلموا على بعض وكده، وبنعرف ان سادي اشتغلت باونتي هانتر، ودي بتبقى مهنة تبع البوليس، انك بتقفش الناس وبتوديهم للمكتب البوليس وبتاخد عليهم فلوس. فسادي أدلر بتعرض على جون انه يساعدها في الشغلانة دي، فهو بيوافق يساعدها بقى وكده. بعد ما سمعنا كلام سادي أدلر قررنا أن نذهب معاها إلى بلدة ستروبري. أول واحد لازم كان يتقبض عليه طبعا، وهو كان هناك فقفشناه بقى وكده، وبالفعل بنساعدها وبنستجدع معاها وبنحط الودة على الحصان بتاعها، وما فيش أجمد من كده أقسم بالله. يعني أنا ظهري تعب، يعني أنا بتفرج على هذه اللقطة وظهري تعب. وبنقسم الفلوس 50-50، هي بتاخد مثلا لو كان $100 او انا 50 وهي 50 وهكذا بقى. فيعني شكرا يا روكستار، يعني مش عارف ليه ما خدناش الفلوس كاملة، بس اوكي يعني اوكي. بعد كده بنلتقي بتشارلز وبناخده نعيشه معانا برضو. بعد كده اخيرا يجي اليوم اللي احنا هنبني فيه البيت، واللي هيبنوا البيت ده هما جون وتشارلز. وفي يوم اخيرا ابيجيل بتيجي هي وجاك عشان يرجعوا يعيشوا مع جون، وتبقى اخيرا العيلة اكتملت، بيبقى العيلة كلها فرحانة عشان شافوا بعض تاني. وبتيجي سادي أدلر لجون وقالت له انا لقيت مكان مايكا ودودج، بس ابيجيل للاسف ما وافقتش على ده. بس جون قرر يروح مع سادي وتشارلز لمكان دودج ومايكا علشان عايز ياخد فلوسه طول السنين اللي عدت دي كلها، وعايز برضه ينتقم من مايكا علشان ياخد حق ارثر مورجان تاني. بعد كده بنوصل المكان، بس للأسف سادي وتشارلز بيتصابوا وبيعافر جون لغاية لما بيوصل لمايكا ودودج، وسادي بتوصل عشان تنقذ جون بس بتفشل في ده، ومايكا بيبقى ماسك سادي من رقبتها ورافع السلاح على جون، ودودج كان رافع السلاح على جون برضو، بس دودج كان صاحب واجب وبيقتل مايكا بطلقة في قلبه، وجون بيكمل. You shot me. You shot me pretty good. Thank you. You okay? Fine. You're crazy. I hope so. Help me up. I wanna go too.
وبنشوف ادجار راس وايده اليمين وهما بيراقبوا بيت جون مارستون في صمت تام. وده بيأكد لنا اللي هما هيعملوا له حاجة في Red Dead Redemption 1. ايوه Red Dead Redemption 1 عشان Red Dead Redemption 2 بتبدأ قصتها في 1899 اما Red Dead Redemption 1 بتحكي قصتها في 1911. فعشان كده Red Dead Redemption 2 صدرت في سنة 2018 ولكن هي قصتها بتبتدي في 1899. اما Red Dead Redemption 1 سنة اصدارها كان 2010 تقريبا او 11 وهي بتتكلم عن سنة 1911. وبس كده دي قصة Red Dead Redemption 2. لو انتوا عايزين ننزل قصص تانية ابعتولي في الكومنت. يلا سلام.